بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. ايه يا حاج صبري، مالك قاعد كده ليه؟ عايزة ايه يا غالية في يومك ده على الصبح؟ ابعدي عني. عايزاني اقعد ازاي يا اختي وانا حاسس ان انا قاعد في بيت المتطلقين المتحدين؟ حلو يا بابا الاسم ده. نعمل بقى جمعية ونسميها جمعية المطلقين. بس اشمعنى يعني؟ اعمل ايه؟ ما هي خلفتي خلفة الندامة. انتوا الاتنين ما عندكمش دم، سواء انتي ولا الموكوس الكبير. انتي يا بنت مش مكسوفة من نفسك وانتي في السن ده وقاعدة لي كده؟ ولا التاني؟ يا بابا اللي انت بتقوله ده بس. انا عندي دلوقتي 45 سنة وابني شاب عنده 27 سنة، بدور له على عروسة. واللي انت بتقول عليه اخويا الكبير ده عنده برضه بنتين زي القمر، علياء وهدى. يا فرحة قلبي بيكي يا اختي انت واخوكي. انت من يوم ما اتطلقتي من فهمي بقالك اكتر من 20 سنة وانت قاعدة جنبي، والبي من يوم ما طلق مراته وهو قاعد جنبي. انا بصراحة مش عارف هي الدنيا خلاص وقفت على كده عندكم ولا ايه؟ يا بابا ده نصيب. وبعدين اللي انت بتقول عليه ده انا ما عملتوش من 10 ولا 15 سنة، هعمله دلوقتي؟ ربنا يخليك لينا. ولا انت بقى يا راجل يا عجوز عايز تتجوز واحنا معطلين عليك؟ اتجوز ايه يا غالية؟ انا نفسي يا بنت اطمن عليكم قبل لما اموت، مش عاجبني حالكم بالطريقة دي. الحمد لله انا مرتاح ماديا بس نفسي اطمن عليكم، اطمن على عماد وهو معاه واحدة شايلاه وشايلة عياله، واطمن عليك انت كمان مع راجل تكملي معاه يا بنتي اللي باقي من عمرك. بص يا بابا، انا هقولك على حاجة. فهمي لما مشي ما كانش مطلق بس، ده كان سايب جرح كبير قوي جوايا، ولحد الآن أنا مش عارفة أتخلص من الجرح ده. وبعدين يا بابا أنا مبسوطة بحياتي كده، الحمد لله. عندي محل ملابس كويس، وعندي شاب زي القمر، وبكرة يتجوز ويخلف ويبقى عنده هو أولاد، ويبقى هو وولاده عندي كل حاجة في الدنيا. كل واحد يا بابا واخد حقه من الدنيا 24 إيراد، بس متقسمين، وأنا راضية قوي باللي ربنا اداهولي. ونعمة بالله يا بنتي، غلبتيني بالكلام. المهم قوليلي انت طبخالنا ايه النهارده؟ اقول لك انا طبخالنا ايه يا حاج؟ طبخالنا محشي ورقه عنب. حبيبتي يا غاليه، قلبي يا حبيبتي اللي مفيش منها اتنين. طلبت منها المحشي من شهرين ولسه فاكره تعملهولي النهارده. يا سيدي على مواعيدك. هو انت داخل من الباب تقول ايه بقى يا شر شر؟ المهم ان انا عملته وخلاص. ما تبصش للوقت، بص للنتيجه. فعلا، ما بصش للوقت، ابص للنتيجه. طيب، روح انده يلا علياء وهدى من فوق، وانا هجهز الغدا كمان على ما يكون حسام رجع من الشغل. وبعد ساعة كانوا قاعدين كلهم على السفرة بيتغدوا. وقتها عماد قال: اسمع يا حسام، ما تنساش ميعادنا مع بنت الحاج سامي. ايوه ايوه انا فاكر يا خالي، ما تقلقش. البنت كويسة وعجبتني من يوم ما شفتها في الفرح بتاع سعيد ابن جارنا. يا رب يفرحني بيك يا حسام يا ابني، واشوف عيالك بقى كده. ايوه يا ابي حسام، بس هات لنا واحده دماغها كده متفتحه. انا بعتمد عليك في مذاكره الرياضه. ما تجيب واحده بقى تغير عليك وتقرفنا وتقول لك ما تقعدش مع بنات خالك. ايوه يا ابي حسام، الله يكرمك بلاش موضوع الغيره ده. انا اصلا بتعامل معاك على انك اختي الصغيره، عادي يعني. ما تحترمي نفسك يا بنت انتي. وبعدين انا واضح كده ان انا خليتكوا تاخدوا عليا زياده عن اللزوم. كل اللي فارق معاكم مصلحتكم بس. ماشي. طب ايه رايكم بقى ان مفيش عيد ميلاد الشهر الجاي؟ لا، هاتها بتغير وتضربنا كمان بالشلاليت، مفيش مشكله. ما شاء الله عليك يا عماد يا اخويا، عيالك جايين بمبادئ مفيش منها اتنين، ما عندهمش اي ثبات على المبدأ. من الاخر لاقيين المبادئ على الرصيف. نحن نختلف عن الاخرون خالص يا عمته. امال انت فاكره ايه؟ المهم ان البنت تبقى بنت حلال، اهم من اي حاجه. وبطلوا بقى رغي علشان نستمتع بالمحشي الجميل اللي مش بنشوفه غير من السنه للسنه ده. كده برضو يا بابا؟ ماشي. يا بت ده انا بمدحك يا عبيطه، وبقول انك الحاجه اللي بتعمليها كل سنه احنا بنستناها بكل شوق. بتمر الايام وبيجي ميعاد القعده بتاعت العروسه. دخلت غاليه هي وعماد ومعاهم حسام وصبري، وبعد شويه خرجت ريهام العروسه، وقعدوا قعده ظريفه جدا. وساعتها عماد قال بحب: طبعا يا حاج سامي انت عارف ان احنا جايين النهارده ليه. يا اهلا وسهلا، بس انا كنت حابب ان الكلام يبقى قدام سعد اخويا. دخل سعد وقتها وقال باعجاب وهو بيبص ناحيه غاليه: بسم الله ما شاء الله، ايه يا جدعان ده؟ هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ افندم، انت مين انت؟ سامي ساعتها اللي قال باحراج: اقعد يا سعد، ايه اللي انت بتعمله ده؟
دول الجماعة اللي جايين على شخاط الريهام. سعد اللي قال بدون وعي: لا لا لا، اركن انت وريهام بتاعتك دي دلوقتي على جنب. اسمعي بقى يا قمر، انا ابقى سعد اخو سامي، ارمل بقالي 5 سنين. يرضيك الكلام ده يا قمر؟ ما تحترم نفسك يا بني ادم، انت بتعاكس امي قدامي ولا ايه؟ ام مين؟ انت عايز تقولي ان دي امك انت؟ بقى معقولة دي تخلف الشحط ده اللي هو ازاي ده؟ جرى ايه يا استاذ سعد؟ في ايه؟ اهدى كده وصلي على النبي. مالك اول لما دخلت وانت مش محدد اتجاهك ليه؟ اصل انا بصراحة اول مرة اشوف حد بالجمال ده. هو في كده؟ اسمع يا حاج صبري، بما انك انت ابو القمر دي فانا عايزة اتجوزها، ايه رأيك؟ ولسه صبري هيرد كان سعد واخد بوكس محترم من حسام، وبعدها قال بغضب: اما راجل قليل الذوق صحيح، يلا نمشي من هنا. يا ابني طب والعروسة دي شكلها زي القمر، خسارة والله. ربنا يخليك يا طنط، ده من ذوقك. يلا يا ماما من هنا، ويلا يا جدي انت وخالي. مشي كلهم، وساعتها وقفت منيرة ام ريهام وقالت بغضب: جرى ايه يا سعد؟ في ايه يا اخويا؟ انت من يوم ما مراتك ما ماتت وانت عايش في دور الزوج المخلص. ايه اللي حصل يا اخويا؟ ولا ايه اللي جرالك؟ نفسك اتفتحت مرة واحدة كده وما تتفتحش غير على حماد بنتي؟ انا هتجوزها، يعني هتجوزها. الولية زي القمر، بقى معقولة دي قاعدة من غير جواز؟ لا ومخلفة ضرفة الباب اللي جنبها دي. ما تسكت بقى يا سعد، ده انت نيلتها على الاخر. هو انت ايه يا شيخ، ما عندكش دم خالص كده؟ بوظت قعدة البنت. مالكش دعوة بالناس دي خالص. وانا بكره هبقى اروح للاستاذ عماد في السنتر بتاعه اعتذر له على سوء التفاهم ده. راحوا كلهم على البيت اليوم ده، وحسام طلع على شقتهم، وفضلت غالية قاعدة مع ابوها وهي قلقانة قوي. ساعتها صبري قال: ما تطلعي ورا ابنك قاعدة ليه؟ بصراحة بابا حسام شكله كده زعلان من اللي حصل قوي، وانا خايفة اتكلم معاه اسمع كلمتين مالهمش لازمة. طب انا ذنبي ايه؟ ما انا ياما قلتلك انك حلوة ويتمناكي احسن الناس. عموما خلاص حصل خير، اهي الجوازة باظت. لا لا لا، باظت ايه يا بابا؟ انا كنت حابة البنت دي قوي، شكلها طيبة ومحترمة. ابنك مش هيوافق بالموضوع ده، واكيد صرف نظر. انت ما شفتيش عمل ازاي لما الراجل ده عكسك؟ عندك حق يا بابا. عموما ربنا يسترها، انا هطلع اتكلم معاه واحاول اقنعه بالجوازه دي. طلعت غاليه على شقتها ودخلت اوضه حسام ابنها، ولقيته قاعد مخنوق قوي. قربت منه وقالت له: على فكره العروسه كانت زي القمر، خساره والله. ماما ما تفتحيش الموضوع ده تاني، الحكايه خلصت وخلاص من قبل ما تبتدي اصلا. يا حبيبي طب والبنت ذنبها ايه؟ عمها راجل ما عندوش ذوق، نعمل ايه بقى؟ يا ماما لو سمحت، انا قلتلك خلاص الموضوع اتقفل وانا مش هفتحه تاني. تاني يوم في السنتر عند عماد كان داخل سامي، وبعد ما قعد واخد واجبه: والله يا عماد يا اخويا وشي منك في الارض. اخويا سعد ده اصله بوظ الدنيا امبارح، مع انه والله مش كده خالص. انا بصراحه اتصدمت زيك والله يا سامي اخويا. بقى معقوله اخوك انت يعمل الحركات الصبيانيه دي؟ عموما حسام مش هينفع يكمل في الموضوع ده، وانت عارف السبب. كل شيء اسمه ونصيب. انا جيت علشان الشغل اللي ما بيننا والعيش والملح، ويا ريت الحاجات دي ما تتأثرش باللي حصل امبارح. لا يا سيدي ما تقلقش، احنا اخوات وهنفضل طول العمر اخوات، وربنا يصلح الامور للكتكوتة الصغيرة. بتمر الايام وبتعدي، وحسام رافض موضوع انه يتقدم لعروسة، لحد لما اتعينت في الشغل عند حسام بنوتة جديدة، وهو اعجب بيها جدا. وفي يوم وهم في البريك بتاع الغدا كان قاعد على نفس الترابيزة معاها وبيقول لها: وانت بقى انسه ميرنا دفعة السنة دي؟ اه انا دفعة السنة دي الطازة زي ما بيقولوا. ماما اصرت ان انا اشتغل بعد لما اخلص كلية على طول، يعني بتقولي انت درست كتير لازم تطبقي اللي درستيه. وانت بقى عندك حد في الدنيا غير ماما؟ يعني في عمو او بابا او كده؟ لا انا وماما عايشين لوحدنا في البيت، وعمامي توفوا قبل بابا الله يرحمه. بس يعني هو انت بتسأل ليه يا استاذ حسام؟ ابدا يا ستي، بصراحة كده انا من اول لما شفتك وانا حاسك ان انت بني ادمة محترمة، وشكلك كده ربنا هيكرمنا ببعض قريب. عن اذنك البريك خلص. ومن اليوم ده وميرنا بتتجنب انها تتكلم مع حسام خالص، لحد لما سأل عليها واتأكد ان هي عايشة في البيت هي ومامتها. وقتها راح يتكلم مع امه وخاله وجده، وساعتها صبري قال: شايفك متحمس المرة دي، ربنا يتملك على خير. اه يا جدي متحمس قوي، البنت محترمة، واضح كده ان امها مربيها كويس بعد ابوها الله يرحمه ما مات. اهم حاجة ما يكونش في رجالة في عيلتهم، عشان المزة محدش يخطفها منك. قصدي يعني علشان ما يحصلش صدام زي المرة اللي فاتت. اسكت يا عماد، خليك محضر خير. الواد سائل وعجباه البنت، وانا معاك يا حبيب ماما في اللي انت عايز تعمله. اه يا ماما انت هتيجي معانا المرة دي، عشان انا متأكد ان القعدة مش هيبقى فيها رجالة غير جدي وخالي وانا طبعا.
وفعلا تاني يوم بيتكلم حسام مع ميرنا وبيطلب منها ان يتحدد ميعاد مع مامتها، وفعلا بتحدد ميعاد مع امها، وبيكون يوم الجمعة يوم الاجازة بتاعتهم. وبيروح حسام وهو واهله، لكن بيتفاجئ براجل قاعد مع ميرنا وامها، وده كان زكريا خال ميرنا. ووقتها حسام اتخنق لكن محبش يبين. وساعتها غالية ابتسمت لميرنا وقالت: ما شاء الله عليك يا حبيبتي، عروسة زي القمر، ايه الجمال ده بس يا ربي. زكريا بغمزة كده، اللي هي برضو هي اللي زي القمر، امال انت تبقي ايه؟ طبعا قال الكلام وهو بيتكلم بتلقائية. ساعتها صبري حب يكتم ضحكته، لكن حسام بص ناحية زكريا بغل وقال: هو انا انسه ميرنا مش سألتك قلتي لي انك مالكيش حد غير مامتك؟ طلع لك منين خالك ده؟ هو في حاجة يا ابني؟ انت عندك مشكلة ان انا يكون لي اخ ولا ايه؟ هو انت كنت عايز واحدة مقطوعة من شجرة؟ لا يا ست ام ميرنا، ما فيش الكلام ده. الحكاية وما فيها ان الانسة ميرنا يعني ما وضحتش موضوع الاستاذ زكريا ده. ما هم دايما كده ناسيني، بس انا مبسوط قوي ان انا اتعرفت على العيلة الكريمة الجميلة دي. ربنا يخليك يا ابني. المهم احنا كنا جينا علشان حسام اللي قلبه مقاطعة. يلا يا جماعة عشان احنا هنمشي. نمشي نروح فين يا ابني؟ احنا مش كنا جايين علشان ماما. يلا عشان هنمشي. ومعلش يا جماعة مش هنقدر نكمل الموضوع اللي جايين علشانه. مشي كلهم وهم عارفين طبعا سبب اللي عمله حسام ده. وهم في الطريق صبري قال له بحدة: انا ما ربيتكش يا استاذ حسام على انك تبقى قليل الذوق وتكسر بخاطر البنات كده. يا جدي انت ما شفتش خالها كان بيبص لامي ازاي؟ يا ابني امك ست حلوه وجميله وممكن اي حد يبص لها عادي، بس اللي انت عملته ده فعلا حرام وما ينفعش. خلاص يا خالي، احنا كده كده رحنا وقعدنا وما حصلش نصيب. يا ابني انت اللي مختارها والبنت شكلها مؤدبه قوي. بقول لك ايه يا ماما، انا مش عايز الحاجات دي. وبعدين انت امي، ازاي يعني واحد يبص لك؟ ده انا كنت خزق له عينيه الاتنين. واعملي حسابك بعد كده اي مشوار جواز انت مش هتيجي معايا فيه، زي برضو ما انا مش هتجوز اي واحده ليها قرايب رجاله. يعني ايه يا ابني؟ هتقول شروط الجواز منك ممنوع يبقى لها اي رجاله في حياتها؟ من غير تريقه يا جدي لو سمحت. انا مش ناقص بقى كل شويه يحصل لي صدمات. بعد يومين كانوا كلهم متجمعين وبيتغدوا، وفجاه الباب خبط. راحت هدى تفتح واتفاجئت بواحد داخل ومعاه ورد وشوكولاته. ساعتها عينيها زغللت على علبه الشوكولاته وقالت بترحاب: اهلا اهلا يا عمو، هو مين حضرتك؟ بابا موجود يا حبيبتي. ايوه، هي الشوكولاته دي حضرتك جايبها لبابا؟ طيب ممكن بس تخليني اقعد وانا هديك الشوكولاته اللي انت عايزاها؟ انت في سنه كام؟ انا في تالتة اعدادي. حاضر، اتفضل حضرتك في الصالون وانا هخلي بابا يجي يقعد معاك. وفعلا دخلت هدى زكريا الصالون، وبعدها رجعت لهم على الاكل. لما سالها جدها قالت له: ده واحد يا جد ومعاه علبه شوكولاته، انما ايه، من النوع اللي انا بحبه قوي. اه يا ام بطن، وديتيه فين ده؟ اه هو قاعد في الصالون. روح له بقى يا بابا شوفوا مين ده، بس اوعى يا بابا يكون جاي غلط، اصل علبة الشوكولاتة دي اي حد هياكلها غيري اكيد بطنه هتوجعه. ساعتها خرج عماد لأوضة الصالون، لكن الصدم مين اللي قاعد؟ هو مش حضرتك برضو الأستاذ زكريا خال ميرنا اللي احنا كنا عندها من يومين؟ ايوه بالظبط كده يا اخي، ده انا دخت على العنوان. المهم الحاج فين؟ ليه، هو في حاجة ولا ايه؟ ايوه انا عايز الحاج عشان اتكلم معاه في موضوع هام جدا. دخل عماد ونده لأبوه، ولما حسام سأله فيه ايه قال له بارتباك: مفيش حاجة يا حسام، خليك انت قاعد هنا مع البنات وانا هشوف بس الراجل الضيف ده عايز ايه، انا وبابا، وهنجيلكوا على طول. هو مين اللي جه يا عماد؟ بنتك دخلته كده من الباب اللي بره ده وما شفناهوش. هبقولك انا يا غالية بعدين، هبقولك. طبعا يا عماد كان مرتبك جدا وخايف ينطق بأي كلمة قدام حسام. دخل صبري وهو كمان اتصدم من زكريا، لانه كان جايب ورد احمر وعلبة شوكولاتة من الغالية، اللي يعني حاجة كده بتدل على انه جاي يعتذر. بس لما اتكلم قال: انا يا جماعة عندي 46 سنة وبشتغل في شركة بترول في الخليج، مش متجوز، بس بصراحة من يوم ما شفت الست غالية وانا ما ببطلش تفكير فيها. يعني انت جاي النهاردة عشان تتجوز زي غالية اختي؟ طبعا برضو عماد كان متكلم بتوتر جامد جدا، وده كان واضح عليه من تهتهته في الكلام. زكريا اللي قلب لهفة: الله يكرمكم جوزوها لي، انا لو ما اتجوزتهاش انا هعمل حاجه في نفسي. وقتها زكريا ما حسش بنفسه غير وهو ممسوك من قفاه ومطرود بره البيت ومرمي في وشه الورد والشوكولاته، وحسام بيقول بغضب: بقى يا راجل يا قليل الذوق، يلا هربان من الكفن جاي تتجوز امي، يلا ما عندكش دم، ايه مش مكفيك ان انا قدامك؟
يا حسام بلاش قله الادب دي، الراجل في بيتنا يا جدع مش كده. هو في ايه بالظبط؟ انا قلت حاجه غلط؟ انا دخلت البيت من بابه واحده وعجبتني وعاوزه اتجوزها، ايه اللي فيها بقى؟ انت عارف لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا همشيك من هنا على كرسي بعجل. امشي يا راجل انت بره. ساعتها زكريا اخد المتبقي من كرامته والورد والشوكولاته ومشي، وفضل حسام بحاله الغضب والعصبيه والهيجان اللي كانت فيه، وطبعا الكل كان متضايق من اللي عمله. لكن اتفاجئوا بهدى خارجه من بره وهي بتزعق وبتقول: طب كنت تطرده لوحده، وبعدين يا ابي حسام كده تطرد الشوكولاته معاه ليه؟ ده الشوكولاته كانت حلوه قوي. الكتم يا هدى، بقى احنا ما صدقنا ان هو هدي وما بقاش عصبي. ابعدي عني يا هدى، بدل ما اعمل لك تاتو في وشك. اخلي ابوكي فيه ما يعرفكيش ولا دلوقتي ولا بعدين. دخلت هدى وهي بتدبدب في الارض وبتقول: امتى بقى يا رب يجي لي عريس قرة عيني ويجيب لي الشوكولاته اللي انا بحبها؟ شوفي يا اختي البت مستعجله على ايه يا موكوسه. اسمع بقى يا حسام يا ابني، اهدى كده، اللي انت بتعمله ده غلط على صحتك يا حبيبي. مالكيش دعوه بصحتي يا ماما، واعملي حسابك انت تلبسي نقاب. نقاب ايه يا ابني؟ ايه انت عارف ان انا الجيوب الانفيه عندي تعبانه، هو انا اقدر على الحاجات دي؟ وبعدين يعني هو انا مالي، ما انا لبسي محتشم اهو، حجاب ولبس واسع، هعمل ايه تاني؟ بقول لك ايه حسام، ما تتعداش حدودك، وعلى فكره انا ولي امرها وانا لسه عايش. وبعدين يا ولد احترم ان انا لسه على وش الدنيا. ايوه يا جدي، يعني يرضيك اللي بيحصل ده؟ كل شويه امي واحد ملوش لازمه يجي يقول لي انا معجب بيها. انا بصراحه ما بقتش قادره استحمل حاجه زي كده. خلاص بقى يا جماعه الموضوع خلص، وبعدين اللي اتعمل في زكريا ده مش شويه، كفايه طردته من على السلم دي. وطبعا اللي حصل ده خلى حسام ينسى خالص حوار الجواز ده بشكل نهائي. وكانت امه كل لما تجيب له عروسه يقول لها بعدين بعدين، لحد لما في يوم في المعرض عند خاله كانت داخله واحده هي وبنتها وبتشتري ملايات وفوط لبيتها، وكانت البنت واضح ان هي هاديه وجميله قوي. وساعتها الحساب كانوا قاعدين قدام عماد على المكتب بتاعه. ساعتها سناء قالت: والله يا استاذ عماد الحاجات اللي عند حضرتك جميله قوي، انا ان شاء الله لما اجي اجهز منا اكيد هجيلك هنا على طول. المكان وصاحب المكان تحت امرك يا ام منى. لكن قولي لي، هو ابو منى ما جاش معاكوا ليه عشان ينقل الحاجات دي؟ ابو منى الله يرحمه واحنا معانا عربيه، وعلى فكره احنا ساكنين في المنطقه هنا مش بعيد، بس كنا قافلين الشقه بتاعتنا عشان كنت قاعده مع بابايا الله يرحمه في البلد، ولما توفى بقى رجعت انا ومنى هنا المنطقه تاني. يا اهلا وسهلا. وانتوا بقى عايشين لوحدكم؟ يعني مفيش لمنا عم او خال كده يعني؟ احنا ملناش في الدنيا غير بعض، انا ومنى وبس. وبس بس؟ في ايه يا استاذ عماد؟ يعني ايه وبس بس دي؟ لا لا انا اسف، يعني بس حس الدعابه اخدني شويه. ماشي يا ام منى، وانا اتشرفت بحضرتك. متشكره قوي يا استاذ عماد، السلام عليكم. مشي السناء وفضل عماد يفكر شويه، وفاق من شروده على حازم اللي بيشتغل عنده في المعرض وهو بيقول له: يا استاذ عماد في واحده عايزه بطانيه وعايزه تنزل في ثمنها 300 جنيه، ابيعها ولا لا؟ عماد اللي قال بدون وعي: انت بتقول ايه؟ في ايه يا استاذ عماد؟ مش مركز معايا ليه؟ بقولك في واحده عايزه تنزل في ثمن البطانيه 300 جنيه، ودي بطانيه تركي وهي عايزه تاخدها بالثمن ده. لا طبعا ما تنزلش الثمن ده كله، لو عايز تنزلها نزل لها 100 جنيه بس، انما يعني ما تخسفش بيها الارض كده. روح عماد اليوم ده وقعد مع ابوه وحسام وغاليه، وساعتها حكى لهم على موضوع منى وان هو شايفها ان هي مناسبه لحسام. ساعتها حسام قال باعتراض: اسمع بقى يا خالي، انا صرفت نظر عن موضوع الجواز ده، انا مش هتجوز. بقول لك ايه، انا اتاكدت ان منى دي ملهاش حد في الدنيا غير امها وبس، ومفيش اي رجاله خالص في حياتهم. انت اتاكدت يا ابني ازاي من الموضوع ده؟ يا بابا ما هم ساكنين في نفس المنطقه، وانا بعت الواد حازم يسال عليهم كويس، وانت عارف حازم ولا رادار بسرعه 1000 ريختر، جاب لي المعلومات اللي هي، واكد لي ان مفيش اي حد بيزورهم حتى من قرايبهم. يا ابني روح وتمم الموضوع، واقول لك على حاجه، انا مش هاجي ولا هحضر اي قعده من القعدات دي غير لما تتاكد ان الست دي مفيش في حياتها اي رجاله ولا عم ولا خال ولا اي حد، بس علشان خاطري فرحني بيك. والله يا ماما انا مرتاح كده. على فكره بقى البنت زي القمر وحلوه بجد، وكمان امها شكلها ما يجديش اصلا ان هي امها. شكلها ايه يا اخويا؟ اقصد يعني ان البنت مؤدبه قوي يا بابا، وفي حاجه ولا ايه؟ يا خالي انا مش فارق معايا موضوع جميله وحلوه ده، عموما احنا ماشي هناخد منهم ميعاد ونروح نتقدم، بس معلش يا ماما انت مش هتيجي معانا. انا موافقه يا حبيبي، اهم حاجه ربنا يتم لك بخير.
وفعلا اخد حسام جده وخاله وراحوا على بيت الست سناء، وده طبعا بعد لما بعت لها حد يقول لها على الميعاد. وبعد لما قعدوا ولسه هيتفقوا، حسام قال: بس معلش يا طنط، عايز اسالك على سؤال واحد. هي منا ملهاش اي عم او خال او اي حد كده من قرايبكم حتى لو من بعيد؟ لا يا ابني، احنا طول عمرنا ملناش في الدنيا غير ابو منا، ولما توفى عشت مع جدها الله يرحمه، ولما توفى هو كمان جينا قعدنا هنا في شقتنا. يعني وقت كتب الكتاب مش هيطلع لنا حد ويقول انا عمها ولا خالها ولا وكيلها ولا الكلام ده؟ جرى ايه يا حسام، ما تهدى كده. لا يا ابني، منا وكيلها ربنا. طيب ونعم بالله، انا هبقى وكيلها يا ام منا، ما تحمليش هم خالص. تسلم وتعيش يا استاذ عماد. انا بقول بقى نقرا الفاتحه. يا ريت والله يا بابا، يا ريت. اقرا الفاتحه يا عماد، بس بنيه حسام ومنا، اصل النيه اللي عليها عامل كبير يا ابني. طبعا هو كان بيتكلم بضحك، وعماد ساعتها ارتبك قوي، لان ابوك كان كل كلامه ليه موجه في الصميم. اتقرت الفاتحه، واول لما غاليه عرفت فضلت تزغرط في البيت. ساعتها قربت منها علياء وقالت: يلا بقى يا عمته نشغل مهرجانات ونرقص. بطلي يا بت المسخره دي، تتجننتي ولا ايه؟ وبعدين انت مش في ثانويه عامه، ترقصي ايه؟ الرقص ده بعد لما تخلصي، لما نشوف خيبتك ان شاء الله. اعمل حسابك يا حسام، مفيش جواز غير بعد لما اخلص السنه دي. لا مفيش الكلام ده، انا شقتي جاهزه، كلها شهرين 3 واتجوز. ايه يا ماما، ولا انت عندك رأي تاني يا ست الكل؟ لا يا حبيبي، شهر واحد وانا في ديك الساعه. وفعلا بيتحدد ميعاد الفرح، وبتبقى بقى موجودة غالية في القعدة دي. لكن ساعتها قبل لما بيحددوا ميعاد كتب الكتاب، اتفاجئت غالية هي وعماد إن سناء بتقول لهم بإحراج: والله يا جماعة أنا مش عارفة أقول لكم إيه، بس أنا مش هقدر أسيب بنتي، أنا ماليش في الدنيا غير منى. على راسي طبعا يا طنط، تعالي عيشي معانا. أيوة يا أم منى، أنت تعالي عيشي معايا في شقتي، نوريني، والأولاد هيبقوا في الشقة اللي فوقينا. يا جماعة أنا مش عاوزة لخبطة لحياتكم، يعني أنا كنت بقول لو منى وجوزها يبقوا معايا هنا الموضوع هيبقى أحسن كتير. لا لا، ازاي الكلام ده؟ انت تيجي وتعيشي معانا زي ما غالية قالت كده، وبعدين لما يبقى يتجوز حسام هي هتبقى عايشة لوحدها، وانت هتبقى عايشة لوحدك، فليه ده كله؟ ما تعيشوا مع بعض. والله انا مش عارفة اقول لكم ايه، لكن انتوا عوضتوني انا ومنى عن جو العيلة اللي احنا مفتقدينه. والله يا ام منى انت اللي هتبقي النور اللي في بيتنا. اه طبعا هتبقى نور البيت، امال ايه؟ مش كده برضو يا عماد؟ انا بقول بقى نتكلم في التفاصيل ونخش في الموضوع. ايه رأيك يا طنط نكتب الكتاب يوم الخميس؟ سناء وهي بتحسب حسبة كده في دماغها: لا يا ابني، الخميس ده هيبقى أول الشهر العربي والبنت ممكن تتكبس. ايه ده؟ هو في ايه؟ انت بتقولي ايه يا ام منى؟ يا ام منى، هو لسه في حد برضه بيصدق في الحاجات دي؟ دي بدعة ومفيش حاجة اسمها كده. والله يا ام حسام احنا طلعنا لقيناها كده، واحنا ماشيين على نفس النهج ده. ما تفهمونا يا جماعة، هو في ايه بالظبط؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انا اقول لك يا حبيبي، في ناس كده معتقدة او اعتقاد عند البعض بيقول ان لو البنت كتب كتابها، وان يعني لو واحده والده او واحده كاتبه كتاب زيها دخلت عليها ممكن تكبسها، وتكبسها دي يعني تخلي الموضوع ما يتمش. فهمت؟ وده برضه بيحصل مع الوالده، جديد يعني، بيقولوا علشان ما تشهرهاش، فلازم يعني ما تخرجش من بيتها غير لما يهل عليها هلال جديد. فهمت حاجه؟ لا والله انا مش فاهم حاجه ومش مقتنع بالكلام ده. ربنا اللي عالم بالغيوب، وانا هكتب كتابي الاسبوع الجاي بعد اذنك يعني يا طنط، وسيبي موضوع الكبس ده على جنب، انا مش هسيب منه خالص، ولا دلوقتي ولا بعدين. خلاص بقى يا جماعه، ما تزعلوش حسام، ده احنا ما صدقنا ان ربنا كرمه واتفكت العقده. منا اللي قالت باستغراب: ما صدقتوا ايه يا عم؟ هو انا وحشه ولا ايه؟ ولا حسام ما كانش عايز الموضوع ده؟ لا 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 يا حبيبتي، مين اللي قال كده؟ ده انت زي القمر. الحكايه وما فيها ان حسام اخيرا في عروسه عجبته. احنا اتقدمنا لبنات كتير قوي، وانت اول واحده يا قمر تعجبيه. اه بالظبط كده زي امه ما بتقول. وفعلا اتفقوا على ميعاد كتب الكتاب، واتكتب الكتاب، وبعدها بفتره تم الفرح، واتنقل السناء علشان تعيش مع غاليه في نفس الشقه. كانت حياتهم جميله قوي مع بعض، لكن عماد كان كل شويه يروح لهم في الشقه يقعد معاهم، لحد لما في يوم كانت سناء نزلت عشان تجيب الخضار، وساعتها غاليه كانت قاعده لوحدها. ولما عماد جه فضل يتلفت حواليه كتير، ووقتها غاليه قالت له: على فكره سناء مش هنا، وعيب قوي حركاتك دي، ما ينفعش كل شويه تنط لنا هنا، سناء في النهايه دي برضو واحده ارمله. وانا عملت ايه يعني يا غاليه؟ انا بطمن عليكم، وكمان مش عاوز الست تحس ان هي تقيله عندنا هنا في البيت. لا سناء مش حاسه باي حاجه غير ان هي في بيتها ووسط عيلتها. انت بقى اللي حالك مش عاجبني يا ابن ابويا. في يا غاليه، ما انت عارفه ان انا من يوم ما طلقت ليلى وانا عايش مع بناتي، وبصراحه بقى من ساعه لما شفت سناء
وانا حسيت ان هي هتبقى مناسبه قوي ان انا اكمل معاها اللي باقي من عمري. انت عايز تتجوز يا عماد؟ ده انت ما طلبتهاش من سنين. وفيها ايه يعني يا غاليه؟ وانا مش راجل وليه احتياجاتي؟ وبعدين انا لسه ما كملتش 47 سنه. ولا انت ناسيه ان انا بيني وبينك هما سنتين بس؟ انت بقى اللي اتجوزتي فهم بدري قوي، ما كنتش لسه كملتي 18 سنه. عندك حق. طيب ماشي، ناوي على ايه؟ هتكلمها ولا اكلمها انا؟ لا اكلمها انا ايه، انا الاول هكلم ابويا واشوف رايه ايه، وبعدها اخليه هو يكلمها، بلاش انت تكلميها. بالعكس، انا اكتر واحده هفيدك في الموضوع ده، انا اللي طول الوقت قاعده معاها واقدر اقول لك اذا كانت هتوافق ولا هترفض. ليه، هي ممكن ترفض ولا ايه؟ انا بصراحه ما اتكلمتش معاها في الموضوع ده، بس هي لما قالت لي ان انت جميله قوي وليه ما بتتجوزيش، قلت لها ان انا قفلت الصفحه دي خالص. بس ما سالتهاش هي ما اتجوزتش ليه بعد جوزها الله يرحمه. بس اعتقد ان سناء كانت طول الفتره دي مش عايزه تدخل راجل غريب على بنتها، حسيت كده من كلامها. طيب خلاص، حاولي كده تتكلمي معاها وتشوفي اذا كانت رافضه المبدأ ولا لا. راح عماد فعلا عشان يتكلم مع ابوه، وساعتها صبري قال له: والله انا مستني تيجي تكلمني بقالي كتير، ايه اللي اخرك يا واد؟ يعني انا قلت نطمن على حسام الاول وكمان علياء تخلص ثانويه عامه، وبعدها الواحد بقى يتكلم بقلب جامد يا بابا. والله انا شايف ان ست كويسه قوي ومحترمه، وكفايه ان هي فضلت طول الفتره اللي فاتت دي قاعده على بنتها وما دخلتش عليها راجل غريب. تمام يا ابويا، انا كده اخدت منك التمام، ناقص بقى غاليه هي اللي هتجيب لي النتيجه من الكنترول. هو انت خليت غاليه تسالها؟ عيب عليك. لا لا لا، انا خليتها بس تشوف لي ميتها ايه، لو في مجال لاي حاجه اتقدم لها، ويعني علشان ما تحركش وكده، انت فاهم. تمام، اذا كان كده تمام. وفي المطبخ عند غاليه وسناء كانوا بيعملوا الاكل علشان المفروض هيطلعوا له حسام ومنى. وساعتها غاليه قالت: قولي لي يا سناء، هو انت ليه لحد دلوقتي ما اتجوزتيش، مع ان يعني اللي عرفته ان جوزك ميت وانت صغيره قوي؟ بصراحه كده ابو منى كان راجل محترم قوي وما كانش في منه اتنين، فضلت حزينه عليه فتره كبيره قوي. ولما ابتدى ابويا الله يرحمه يقول لي لازم تتجوزي، كانت بنتي عندها حوالي 15 سنه. وقتها بصراحه خفت ادخل عليها راجل غريب، وقلت بقى الواحد بيسمع حاجات اليومين دولت وحشه قوي، فخلتني خايفه عليها ومش عايزه ادخل اي حد عليها البيت. عندك حق والله، ده الواحد بقى يشوف حاجات ويسمع عنها ويقول استرها يا رب علينا. طب انت دلوقتي لو في وضع اللي انت فيه دلوقتي يتقدم لك واحد كويس، هتوافقي ولا هترفضي؟ بعد ايه بقى؟ ده انا كلها كام شهر وابقى جده. لا لا لا، الحكايه مش مستاهله. وبعدين مين ده اللي هيتقدم لي ويبعدني عن بنتي؟ يعني انت اعتراضك ان انت تفضلي طول الوقت جنب منا، مش كده؟ ايوه طبعا. ويلا بقى خلينا نخلص الاكل، العيال زمانهم هينزلوا عشان ياكلوا معانا. بلغت غالية أخوها بالكلام ده، وبعدها هو كلم أبوه عشان يقعد مع سناء ويتكلم معاها. فعلا بعت لها صبري عشان يتكلم معاها، ولما عرض عليها الموضوع ساعتها سناء اتكسفت قوي وقالت: هو أنا تقيلة قوي كده على قلبكم يا عم الحاج؟ على فكرة أنا شقتي موجودة، بس أنا اللي متعلقة ببنتي والله. إيه اللي أنتي بتقوليه ده يا سناء يا بنتي؟ عموما أنا عرضت عليك الموضوع، لو رافضة خلاص كأني ما قلتلكيش أي حاجة، ولو وافقتي يا بنتي أنا هبقى مبسوط قوي. بس يعني أنا لما بكلمك دلوقتي بكلمك من العشم، وأنا بعتبر نفسي ولي أمرك وأبوكي. تمام يا عمي، وهو فعلا كده زي انت ما بتقول، لكن أنا لازم أفكر مع نفسي وأخد رأي بنتي كمان، وهو كمان يكلم بناته عشان ما نقابلش أي صدمات بعد كده. عندك حق يا بنتي. وفعلا قررت سناء ان هي تفكر في الموضوع ده، واللي اداها الحافز ده ان عماد شخص محترم، وهي ما شافتش منه غير كل خير. ولما اتكلمت مع بنتها قالت لها: منى، هو ماله يا ماما؟ عمو عماد شخص محترم جدا، ايه اللي فيها يعني لما ترتبطوا؟ انا بقول يعني ان الموضوع وانا في سني ده مش الطف حاجه. سن ايه يا ماما؟ انت لسه حبيبتي صغيره، ولا انت بقى عايزه تكبريني؟ انا برضو قلقانه من موضوع علياء وهدى بناته، خصوصا يعني ان انا ما اعرفش تفاصيل طريقته دي قوي. انا كمان ما اعرفش تفاصيل عن موضوع مامة البنات دي، خصوصا ان انا ما شفتهاش خالص. بس انا كل لما بسأل حسام يقول لي ان ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده، والموضوع ما اتفتحش قدامه. خلاص بقى بلاش، احنا كمان نفتحه، واضح ان كلهم مش بيتكلموا فيه. انا هفكر في الموضوع واعمل استخارة، ولو ارتحت وربنا يسرها يبقى خلاص. انا اهم حاجة عندي هو انتي، وطالما انتي موافقة خلاص، وطالما هبقى جنبك انا موافقة قوي. وفعلا عملت سناء الاستخارة ولقت نفسها مرتاحة قوي، وكمان عماد اتكلم مع بناته وكانوا مرحبين جدا بالموضوع. واتجوزت سناء هي وعماد، وفضلت غالية في شغلها، والبيت كله عاش في سعادة كبيرة. بعد حوالي 7 شهور كان معمول سبوع جميل جدا لغالية بنت حسام ومنة، وساعتها سناء كانت ماسكة الهون وبتقول بفرحة: اسمعي كلام ماما واوعي تسمعي كلام بابا.
غالية قالت لها بغضب مصطنع: كده برضو؟ اسمعي بقى يا لولو، انت مش سمية على اسمي، تسمعي كلام تيتا ام بابا، واوعي تسمعي كلام تيتا ام ماما ابدا. بقولكم ايه، ابعدوا عن بنتي. اسمعي يا لولو يا قلبي كلام بابا وبس، فاهمة ولا لا؟ انت حبيبة بابا بس يالا منك ليها. اسمعي بقى يا قلب جدو، كلام جدو وبس، انا جدو حبيبك. لا اسفة بقى يا جدو، انا هنا الصغيرة، والبت دي شكلها هتيجي تسحب البساط من تحت رجليا، علشان كده لازم تسمع كلامي انا وتحترمني انا عشان ما اقلبش عليها. وقتها الكل ضحك على هدى، وعاشوا من اليوم ده حياة جميلة جدا فيها كل الحب والمودة. خلصت حكايتنا اللي يا رب تكون عجبتكم ونكون طلعنا منها بأن الصبر آخره جبر. وطبعا انتوا عارفين مين اللي صبر ومين اللي نال. أشكركم جدا وأشوفكم في قصة جديدة، وأتمنى لو وصلتوا معانا لنهاية القصة ما تنسوش تحطوا لنا لايك للقصة، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس على زر الكل علشان يوصلوكوا كل جديد. أهم حاجة ما تنسوش حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك. أشوفكم على خير في قصة جديدة، والسلام عليكم.